إلى الفنون الجميلة الآن. وتنظم الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي وفي إطار الأنشطة الثقافية السنوية معرضا للفنان التشكيلي أحمد صالح بارة بدار العبد اللطيف بالعاصمة، ويستمر لغاية 12 أوت الجاري. للإشارة فإن صالح بارة رسام يركز على الهوية الجزائرية ويرسم التراث بعين وإحساس. شارك في العديد من المعارض والجمعيات وعرض في أجزاء مختلفة من البلاد، مما ألهمه لإيجاد أسلوبه الخاص الذي استخدمه في أعماله الجديدة. يعود المهرجان الثقافي الوطني لأغنية الشعبي بعد غياب دام 7 سنوات في طبعته 11 المزمع تنظيمه من 10 وعلى مدار 5 أيام من هذا الشهر. المهرجان سيقام بقاعة ابن زيدون بديوان رياض الفتح، وستخصص الطبعة لذكرى أيقونة الأغنية الشعبية محبوب سفرباتي الذي سيتم أيضا تكريمه. للإشارة فإن المهرجان الثقافي الوطني لأغنية الشعبي يهدف إلى الحفاظ على تراث هذا النوع من الموسيقى الشعبية من خلال ضمان تكوين مواهب شابة قادرة على حمل رايته في المستقبل.